بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير ومسرات، ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الحي والمباشر من هذا الملتقى، ملتقى شباب البديعة ما شاء الله. في هذا الملتقى الرائع جدا بجميع فقراته. طبعا وعدناكم في قناة الأماكن أن نكون معكم إن شاء الله في بث مباشر في أكثر من مكان. نحن لا نتواجد في هذا الملتقى الرائع جدا، ونشكر القائمين على هذا الملتقى، وإن شاء الله سوف نستعرض إن شاء الله مجموعة من الفقرات مع المشرفين على هذا الملتقى. أثناء يمكن الحديث معهم قبل ما نطلع على الهواء قالوا لي موضوع طريف جدا، أنه في جوائز خرفان اليوم راح توزع هنا وجوالات والتذاكر أيضا الحج والعمرة، بس العمرة زحمة يا شيخ الحين، تسببون زحمة الحين يا شيخ. عموما مشاهدينا الكرام راح يكون إن شاء الله أيضا معي زميلي الإعلامي خالد اليمني اللي أكيد نتشرف فيه بقناة الأماكن، انضم إلينا حديثا ونرحب فيه. لكن قبل ما نسولف مع الشباب الإعلاميين اللي كلام الإعلاميين ما يخلص على فكرة يعني، لكن دعونا نرحب بالشيخ الدكتور سعد الصبر اللي شرفنا في هذا المساء. حياك الله شيخنا الفاضل، يعني نشكرك على حضورك في مثل هذه الملتقيات، والشباب اللي ما شاء الله كانوا أيضا متفاعلين معك في المحاضرة. للأسف المحاضرة فاتتنا، لكن إن شاء الله إنك تعوضنا في القادم بإن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله أخوي تركي، وحيا الله الحاضرين هنا، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. نعم شيخنا، كيف تشوف مثل هذه الملتقيات، مثل خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك؟ والله حقيقة هذه ليست ملتقيات، أنا أسميها بيوت ومحاضن لتطوير الشباب. الشباب ممتازين ورائعين، لكن يحتاجون من يفتح لهم مجال الإبداع والتقدم والتطور. فهذه الملتقيات حقيقة لو سميت محاضن، وحقيقة الدولة مشكورة على رأسهم خادم الحرمين حفظه الله يدعمون مثل هذه المشاريع ويهتمون بالشباب. فلو نتأمل منذ يبدأ الصيف والمراكز الصيفية مدعومة من الدولة على مستوى الدولة كامل، وكل هذا إيمانا من الدولة بدور الشباب وأهمية الشباب. فأنا أقول لك الشباب حقيقة ممتازين، الشباب فيهم الخير، فقط يحتاجون من يعطيهم مجال للانطلاق، لا أقل ولا أكثر. بعض الإخوة ينظر ربما نظرة فيها نوع من القصور، أن الشباب عليهم ملاحظات، أن الشباب، صدقني أن الشاب أسوأ شاب تنظر له أنت أن السيء قلبه ينبض بالإيمان بالتوحيد بحب الله ورسوله، مهما تعاطى مهما أخطأ مهما، لكن والله لو فتح له المجال أن تجد من أعظم المبدعين. فلذلك أنصح يعني كل من له فضل ومال أن يدعم هذه المحاضن التي الدولة تدعمها وتحث عليها. وهذا الملتقى كما نشاهد مصرح رسميا من الدولة، وأقيم في هذا المكان حفل افتتاح عند الإخوة جزاهم الله خير لهذا المكتب، وحضر السمو أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر وفقه الله. فحقيقة يعني عندما تشاهد مثل هذه الأماكن تفرح بها وتفخر بهؤلاء الشباب، أنهم هؤلاء هم رجال الغد ورجال المستقبل. فأشكر حقيقة من قام على هذا الملتقى ومن دعا إليه ومن دعمه، وأشكر هذه القناة التي تجول مع الشباب أينما ذهبوا. نعم، احنا نشكرك يا شيخنا الفاضل. يمكن تقريبا يمكن وصلنا إلى 15 رمضان، منتصف رمضان. إذا كان فيهم الرسالة أيضا لمشاهدي قناة الأماكن، وأيضا للمسلمين في سواء في الدول الإسلامية أو أيضا من هم في الخارج. يمكن شاهدنا أيضا ناس يقولون ساعات الصيام عندنا طويلة جدا، خاصة من أبنائنا المبتعثين. كيف توجه لهم رسالة في يمكن النصف الأخير من شهر رمضان؟ أولا يقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان الإنسان مسافر ويضيق عليه، فأهل العلم كلهم بالإجماع أن المسافر يجوز له الفطر إذا كان يشق عليه، ولو لم يشق عليه قالوا يجوز له الفطر. هذا أولا. ثانيا أقول للأمة في كل مكان، للأمة الإسلامية، أقول كلنا نتمنى بلوغ رمضان، وبلغنا رمضان وعشنا في 15 يوم أو 14 يوم في عبادات متنوعة وتقلبنا في الخير. الآن لا يأتينا الفتور، الآن أقبلت أفضل عشر الدنيا، لأن فيها أفضل ليلة كما قرر أهل العلم. وهذه الليلة لا ندري في أي ليلة، ليست بتأويل رؤيا تكون هي الليلة 21 22 23، الله أعلم.
النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هذه الليلة كان يعتكف كل العشر، فلنحرص ألا يفوتنا من العشر شيء. تريد ولائم، تريد أسواق، اقضى هذه الأيام. ثم آخر ليلة من رمضان أوصي جميع الأمة ألا تفوتهم آخر ليلة من رمضان. ورد في الأثر أن الله يعتق كل ليلة من عبيده، وفي آخر ليلة يعتق عدد ما عتق في الليالي. فما يدرينا أننا لم نعتق، لم نقبل، نوافق هذه الليلة فيعتقنا الله عز وجل. فالله الله 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 لا تذهب هذه العشر. جرب الاعتكاف، حاول تعتكف يوم، ساعة، نصف ساعة، 5 دقائق، جرب أنك تعتكف. أنا أقول 5 دقائق مبالغة، أهل العلم على خلاف، وجمهور أهل العلم أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وبعضهم جوز الليل لحديث أوفي بنذرك عندما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وبعض أهل العلم وهم علماء الحنفية رحمهم الله قالوا بأنه يجوز يعتكف ساعة. الحاصل أنت جرب واعتكف، لا تفوتك هذه الأيام، أخلو مع الله كما خلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أنا ومن أنت نتعذر بالأشغال؟ قائد الأمة، معلم الأمة صلوات ربه وتسليمه عليه وتسليماته عليه، تفرغ وجلس، فلما فاته في عام لما ترك الاعتكاف قضاه في شوال. فأقول هي فرصة والله قد لا تتكرر، ربما نموت. نعم، احنا نشكرك يا شيخ، وأيضا من ضمن كلماتك أنه الثقة في الشباب. أنا والله أشكرك إذا كان عندنا دعاء بهذا الحجم من الثقافة، وأيضا لأن شبابنا محتاجين الثقة، وكما ذكرت يعني ولله الحمد قلوبهم يعني تنبض بالإيمان. فأشكرك يا شيخ. أعتقد الشيخ أولا يعني جزاك الله خير أخوي تركي، لكني أخطئك. أنا أقول كل من يدعو إلى الله عز وجل يرى أن الشباب فيهم خير. وأردت أن أختم بهذه القصة. كان في زمن أبي ذر رضي الله تعالى عنه شاب يتعاطى الخمر، فحضر مكان جلده في الخمر، حضره أبو ذر. فلما جلد أبو ذر، أو هو أبو سعيد الخدري لعله أبو ذر، فلما جلد جاء أبو ذر وعانقه، فقالوا له: كيف تعانق وهو يتعاطى الخمر؟ فقال أبو ذر: إنه يحب الله ورسوله. وش قال هذا الشاب؟ قال: والله لا أشرب الخمر بعده. هذه رسالة لكل من يريد أن يدعو إلى الله عز وجل. الشباب قلوبهم رقيقة، لكن من يعطيهم مجال. ممتاز. طيب عشان ما نأخر على الشيخ، أعتقد في تكريم للشيخ، هو أكيد يستحق. تعطونا خروف ولا درع ولا إيش؟ والله الشيخ نعطيه إن شاء الله جيب لكسس إن شاء الله، لأنها تكون مقدمة إن شاء الله من قناة الأماكن. ومن هذا بشت مقدم من خروف أنت عايش عليه فينا يا شباب. أقول نأخذ الخروف. الشيخ يقول خروف الشباب اللي بنعيش فيهم الليلة عليه يا شيخ. ما يكفيه خروف الشيخ. اي والله يستاهل. الشيخ يبي له حاشم. حاشم ما نقدر نهضمه. جزاك الله خير. خلاص عطوا الأخوان. شكرا لك يا شيخ، وشكرا على حضورك، وإن شاء الله دائما نلتقيك إن شاء الله في مثل هذه الملتقيات. شكرا جزيلا. شكرا لك. السلام عليكم. إذا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم من خلال هذه التغطية، والحين خلاص وصلنا إلى الجوائز، وصلنا ما شاء الله إلى فقرات أيضا منوعة من هذا الملتقى اللي إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. اسمحوا لي بس بداية، المفروض أن نكون بداية في قناة الأماكن نكون من بداية رمضان، ولكن يعني لظروف فنية وأيضا للخطوة الجريئة اللي قامت بها قناة الأماكن بنقل جميع استديوهاتها ونقلها المباشر إلى مدينة الرياض هو من أخرنا، ولكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا. اسمحوا لي أن أرحب بزميلي خالد اليمني. حياك الله أبو مشاري وشرفتنا. الله يحييك أخوي تركي، وحيا الله مشاهدينا الكرام على الهواء مباشر، وأيضا حضورنا لمتواجدين وجميع الزملاء المتواجدين معنا أيضا. ويعطيك ألف عافية أبو سلطان، ونشكرك على حضورك وتواجدك في ملتقيات يعني تخدم شبابنا في أوقاتهم وتقضي أوقاتهم بما يفيدهم. نعم. طبعا فيه المذيع الداخلي أعتقد عنده شيء، تقولوا شيء؟ طيب أستاذ عبيد تيجي تشرف معنا. المشاهدين الأماكن يبون يعرفون يعني فقراتنا إن شاء الله القادمة بإذن الله. أولا أحييكم جميعا وأحيي الحضور ومشاهدي قناة الأماكن، ووجودكم معنا اليوم هو المكان الكبير في قلوبنا. أحييكم باسم مكتب الدعوة البديعة، وأحيي الجمهور الكريم، وأحيي متابعي قناة الأماكن. فعاليات اليوم وكل يوم عبارة عن محاضرة دينية توعوية إرشادية توجيهية للشباب. ثانيا دورة تطويرية تدريبية
عبارة عن مشروع للشباب في تنمية الذات، تطوير الذات، في حل مشكلات الشباب، حل البطالة، ميزانية الشاب إلى آخره. عندنا برنامج رياضي وكوري طائرة، وعندنا القافلة الدعوية قافلة كنوز وهي الأولى في المملكة العربية السعودية. عندنا كذلك فرق ترفيهية ونشاطات فعالية على هذا المسرح. بالمناسبة يا أخ تركي يا خالد أحييكم، هذا المسرح أعيد ترميمه لأكثر من 5 مرات من كثر تكسير الشيبان فيه. حنا فتحنا للمسرح والملتقى للشباب 5 مرات أعيد ترميمه المسرح هذا. الليلة السادسة الليلة إن شاء الله السادسة بإذن الله. فعندنا فرقة سمايل وفرقة سما وفرقة الماسة، فرق ترفيهية قوية، وعندنا أمسيات شعرية. استضفنا الليلة الشاعر الكبير تركي بن جزء العتيبي، استضفنا عدد من نجوم القنوات، الإعلاميين، التربويين، المبدعين، عدد من الرياضيين. معنا الليلة المذيع السعودية قناة الأولى السعودية الأستاذ الكبير علي الموينع. فرحنا بقادات التربية، بقادات الإعلام أمثال تركي الدوسري، أمثال خالد اليمني. نستضيف كل ليلة حلقات من حلقات القرآن الكريم. معنا الليلة حلقات جامع الشيخ محمد بن حويس رحمه الله من الدار البيضاء، ومعنا الليلة الشيخ محمد الأحمري إمام أحد المساجد في حي ظهرة لبن. معنا الشيخ محمد بن ناصر الزهراني الداعية المعروف. معنا الشيخ الكبير الإعلامي مشعل جريان. هذا الملتقى ليس للشباب إنما لجميع فئات المجتمع. فلدينا جوائز، لدينا أموال تنفق من المحسنين وعلى رأسهم الدولة الرشيدة. هذه الفعاليات تقام للشباب ومن الشباب. ممتاز. طبعا إن ما ندري كم باقي لنا على الهواء، لأن أيضا فيه الزميل عبد العزيز الدلبحي في برنامج مجلس الأماكن، أيضا لمحبين الشعر في مجلس رائع كما شاهدنا في الحلقات الماضية. زميلنا عبد العزيز يبدع في هذا المجلس ونتمنى له إن شاء الله التوفيق. يلا طبعا نرحب بالمشايخ وأيضا الزملاء الإعلاميين، الزميل علي الموينع مذيعين التلفزيون السعودي اللي نرحب فيهم وشرفونا أيضا في هذا الملتقى. الحديث اللي كنت أبغى يعني أتحدث فيه مع المشاهد الكريم إن من خلال يعني قناة الأماكن إن شاء الله ما بعد رمضان إن شاء الله فيه يعني دورة برامجية متميزة جدا بإذن الله يعني. فأيضا يعني يمكن هذه هي بداية الانطلاقة. يعني اليوم تواجدنا في هذا الملتقى ومن خلال هذا البث الحي والمباشر، وهذه كما ذكرنا من الخطوات الجريئة اللي إن شاء الله قمنا بها في قناة الأماكن. وبإذن الله يعني في الدورة البرامجية القادمة إن شاء الله سوف تشاهدوا إن شاء الله أفضل من الدورة الحالية. طبعا قناتنا الأماكن الأولى بإدارة الزميل بندر العتيبي، وأيضا قناة الأماكن الدراما اللي يتشرف بإدارتها أبو فيصل يمكن حط الثقة فينا، وإن شاء الله أن نكون في مستوى هذه الثقة. وأنا متأكد أن الحين جالس يتابعنا الشيخ سعد بن مبارك القرنين اللي نحيي من خلال هذا البث الحي والمباشر، وإن شاء الله أيضا سوف نستمر. وأيضا لا يفوتني أن أرحب بزميلنا اللي ينضم إلينا الزميل خالد اليمني أبو مشار. يعني باسم جميع قناة الأماكن نرحب فيك، ولو تعطينا أيضا فكرة إذا كان الشباب عندكم فقرات جاهزة. ترانا جالسين نسولف على برامجنا، إذا كان في شيء جاهز تفضلوا معنا على المسرح. والله أول شيء طبعا أنا أوجه كل الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة قناة الأماكن الفضائية على طلبي الانضمام لهذه القناة، وأيضا شكر وتقدير لمن ساهم فيها الأستاذ تركي يعطيه العافية. هو بداية الطريق في قناة الأماكن الذي طلبني في الانضمام، وأني أتشرف بالانضمام لهذه القناة بتقديم برامج. لدي برنامج في رمضان اسألوا أهل الذكر في يوميا العصر على الهواء مباشرة، وأيضا حيكون بإذن الله عز وجل لعل يكون بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله برنامج آخر بعد رمضان لن نفصح عنه الآن، سوف يكون بإذن الله عز وجل بعد شهر رمضان المبارك. في أنا ودي أشكر صراحة الأستاذ عبيد البرغش يعطيه العافية في الحفل اللي كان فيه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. تشرفت بتكريم في الحفل، كنت من الشخصيات الإعلامية المكرمة في هذا الحفل. طيب معلش على المقاطعة، أنا بخليك تسولف مع المشاهدين بس اسمح لي، في ناس هناك لازم أسلم عليهم يعني. طيب إذا ندير الحوار مرة أخرى. أنا ودي تفضل معي شيخ مشعل، تفضل معي شيخ، تفضل معي شاعرنا. خلينا ناخذ المشايخ معنا طيب أنا ودي بس 2 من أفضل الطلاب في تحفيظ القرآن الكريم، إذا كان المشرف معاهم متواجد يشرفون 2 من الطلاب، 2 من الطلاب المتميزين في حفظ القرآن، أداء وصوت وتجويد وإتقان، نخرجهم على الهواء مباشرة عبر شاشة الأماكن الفضائية.
الشيخ مشعل الجريان ما شاء الله إعلامي وداعية ما شاء الله تبارك الله ومقدم برامج. أهلا وسهلا بك. حياكم الله وحيا الله جمهور قناة الأماكن، وأحييك يعني مجددا أخي خالد. الله يحييك. وعلى الهواء مباشرة، وش تبي تقول للمشاهدين ونحن في هذه الملتقيات التي يعني تهتم في حفظ أبنائنا أوقاتهم، أيضا كذلك في حفظ أوقات شبابنا، وأيضا كذلك استفادة في ليالي رمضان المبارك. نعم، نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا ما يخفى عليكم يعني أهمية يعني هذه الصروح المباركة، وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله عز وجل مفهومها واسع وعظيم، فهي يعني تقصد يعني أولا بحث الشباب وتوجيههم يعني إلى مكارم الأخلاق، وأيضا حث الشباب على تنمية مواهبهم وصقلهم حتى بإذن الله تبارك وتعالى يكونوا قادات يعني للمستقبل. جميل. يعطيك ألف عافية. شيخنا الفاضل، أنا نسيت اسمه، شيخنا محمد الأحمر إمام مسجد. ونعم، حياك الله يا شيخنا الفاضل. ليالي رمضان المبارك ليالي عظيمة، شهر القرآن الكريم. الاستفادة من هذه الليالي سواء في الملتقيات هنا أو في البيت أو بحفظ القرآن الكريم أو بعض البرامج الدورات التدريبية المقامة. بادئ ذي بيد أحمد الله على ما أتم علينا، على أن أتم علينا هذه النعمة، وأن أدركنا هذا الشهر العظيم الذي ربما كثير من الناس لم يدركوه، إما بوفاة أو مرض. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. حقيقة أنصح الشباب بما أنهم يعني قريبون إلى قلوبنا وأحبابنا، أنصحهم بالاكثار من قراءة القرآن، ولا بد لكل شاب وفتاة وأي رجل مسلم يخاف الله ويتقيه أن يكون له ورد يومي، وأن يكثر من قراءة القرآن، لأن شهر القرآن شهر رمضان شهر القرآن، شهر أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليدارسوا القرآن، وكانوا يدارسوه كل ليلة. فشهر رمضان شهر القرآن وشهر العتق من النيران. فعلى الإنسان الكيس الفطن هو أن يغتنم هذه الأيام، ما بقي إلا قرابة 15 يوما، فاغتنم يا عبد الله هذه الأيام بكثرة العبادة والاستغفار والتوبة من الآن. على كل إنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أي معصية مهما كانت، صغرت كانت أم كبيرة، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله يوفق القائمين على هذا الملتقى وأن يجزيك خيرا، وصلى الله على محمد. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا شيخنا وبيض الله وجهك. أدع المجال لك أخوي تركي مع شاعرنا، وما شاء الله تبارك الله زي ما يقولون خل الشاعر للشاعر، وأنت ما شاء الله تميز بأبيات شعرية جميلة. يوهقني خالد في الشعر، يلا ما يخالف. عموما نعتذر من السادة المشاهدين إذا كان في تقطيع في الصورة، ولكن لأسباب فنية، وإن شاء الله مستقبلا نتلافى مثل هذه الأمور الفنية. شاعرنا نرحب فيك. طبعا بعد قليل إن شاء الله راح نكون في مجلس الأماكن وأيضا مجموعة من الشعراء. مش حاب تهدي لجمهور الأماكن. أولا مرحبا بكم. والقصيدة المشاركة قامت ترددني على صالف الريح، أصلب جهد عمري وتصلب جهدها، وأخذت أنا معها طرق ومشاويح، حتى دقاق العود يسمد جسدها، يلين راضت وطوعت للمصاليح، قامت سارق